مش كل شيطان اتولد شرير. في شياطين كانوا بني ادمين زيي وزيك، بس اتظلموا، اتقهروا واتكسروا. الأقمار العليا أقوى شياطين تحت إيد موزان، كل واحد فيهم وراه قصة سودة مليانة غدر، خيانة، دموع وضعف. اللي غيران من أخوه واللي أمه انتحرت قدامه، اللي اتخان واللي اتحرق حي. قصصهم مش بس مؤلمة، دي مرعبة. بس الغريب إنهم كلهم اتجمعوا على حاجة واحدة: الهروب من الضعف بأي تمن. في الفيديو ده هنغوص جوه الماضي المظلم لكل واحد فيهم، وهنشوف إزاي يتحولوا من بشر مكسورين لوحوش مرعبة بتقتل بلا رحمة. استعدوا، لأن اللي جاي أعمق من مجرد أنمي. وافتكر دايما تعمل لايك واشتراك علشان رحلتنا لسه ما خلصتش. لو سألت أي حد مين أخطر شيطان في قطر الشياطين بعد موزان، هتلاقي الرد دايما كوكوشيبو. الراجل ده مش بس القمر العلوي الأول، ده وحش حقيقي، شكله مرعب، عنده 3 عيون وبيتحكم في أسلوب تنفس القمر بشكل خارق. بس المفاجأة بقى إن كوكوشيبو كان في يوم من الأيام بني آدم عادي. اسمه الحقيقي كان تسوجي كيني ميشكاتسو، وكان أخو أقوى صياد شياطين في التاريخ، يورييتشي. تخيل، أخو البطل اللي قدر يقف قدام موزان بنفسه هو دلوقتي شيطان من أشرس الشياطين. إيه اللي حصل؟ وليه اختار يبقى شيطان؟ تخيل معايا تبقى طول عمرك عايش في ظل أخوك عبقري، مولود بأسلوب تنفس نادر، هو تنفس الشمس، والكل شايفه منقذ البشرية. وانت مهما حاولت، مهما تعبت، عمرك ما وصلت له. وده اللي حصل مع ميشكاتسو، أو زي ما بنعرفه بعد كده كوكوشيبو. الغيرة كانت بتاكل قلبه، وحاول بكل الطرق يبقى زيه، بس دايما كان أضعف. في لحظة يأس قرر يسيب كل حاجة، حتى إنسانيته. وافق يبقى شيطان علشان يعيش أطول ويبقى أقوى. بس الغيرة جواه ما ماتتش، بالعكس كبرت أكتر. كل ما يبص في المراية ويشوف نفسه يتفكر إنه عمره ما هيبقى زيه، وده كان عذابه الحقيقي. القمر العلوي التاني ده مش مجرد شيطان، ده كارثة مبتسمة. دوما من أول لحظة اتولد فيها كان مختلف، عيونه كانت غريبة ونسبة ذكائه مش طبيعية. الناس بصت له على إنه ملك، حرفيا كانوا بيعبدوه. بس الحقيقة إنه ما كانش بيحس بحاجة خالص، لا حب، لا تعاطف، لا ندم، ولا حتى لما أمه قتلت أبوه وانتحرت قدامه. قعد ساعتها يقول الريحة بقت وحشة والدم وسخ المكان. كبر وبقى قائد لطائفة دينية، يقنع الناس إنها تضحي بنفسها علشان ينقذ أرواحهم. بس هو كان بياكلهم، وده خلاه واحد من أبرد وأخبث الشياطين في تاريخ قاتل الشياطين. شكله هادي بس وراه قصة سودة. القمر العلوي الثالث أكازا، أو زي ما كان اسمه زمان هاكوجي. قصته مختلفة، مش بس دم وعنف، لا، دي حكاية وقع من أولها. اتولد فقير وكان بيحب أبوه جدا، لدرجة أنه بدأ يسرق علشان يجيب له علاج. بس لما أبوه عرف انتحر من كتر الإحراق. بعدها حياته تشقلبت، بدأ يتعلم القتال وبقى مقاتل رهيب. وفي وسط ده كله اتعرف على بنت جميلة وكان خلاص هيتجوزها، بس فجأة شيطان قتلها وقتل اللي ربوه. عقله انهار، قلبه مات، وموزان استغل اللحظة دي وعرض عليه القوة. وساعتها اتولد أكازا، شيطان بيكره الضعف وما يحترمش غير الأقوياء، بس جواه فيه جرح عمره ما تلم. أكازا مش مجرد شرير، ده ضحية حياة قاسية قلبت الوحش. القمر العلوي الرابع ده مش مجرد شيطان، ده الرعب بعينه. هانتينجو، الراجل اللي عمره ما كان راجل بمعنى الكلمة،
إنسان جبان ومريض نفسي، وكل ما يعمل مصيبة يقول أنا مظلوم. من وهو بني آدم كان بيقتل الناس ويعيط ويقول ما عملش حاجة، ولما بقى شيطان فضل زي ما هو بس بقى أخطر بكتير. قدرته مرعبة، بيتقسم لأكتر من شخصية وكل واحدة بتمثل مشاعر مختلفة: الغضب، الحزن، المتعة والكره. وكل ما تحاول تقتله يطلع لك نسخة تانية. مش بيواجه، مش بيتحمل، بس بيهرب، دايما بيهرب. وده اللي خلى قتاله واحد من أغرب وأصعب المعارك في قتل الشياطين. القمر العلوي الخامس، شخصية غريبة ومريضة اسمه جيوكو. من صغره وهو غريب الأطوار كان عنده هوس غريب بالسمك. لما أبوه وأمه ماتوا عقله اتشق نصين وبدأ يقتل أطفال زيه ويدفنهم جوا الأسماك. الناس كلها شافته مجنون، بس هو كان شايف نفسه فنان. وفعلا بعد ما تحول لأوني بقى بيعمل منحوتات من ضحاياه، بس الجمال الحقيقي هو عمره ما فهمه. كل اللي بيعمله كان بشع ومليان مرض نفسي. جيوكو مش بس قاتل، ده فنان مجنون شايف القبخ فن، ومع كده قوته كانت مرعبة، خصوصا لما واجه ميتشيرو. القمر العلوي السادس؟ بس القصة هنا مختلفة. مش شيطان واحد، لا كانوا 2، داكي وجيوتارو. اتولدوا في أفقر حي ممكن تتخيله. جيوتارو كان شكله مشوه وصوته يخوف، والكل كان بيشتمه ويطرده من كل مكان. أما داكي فكانت جميلة جدا واشتغلت جيشة وهي صغيرة. بس الجمال في العالم ده عمره ما بيحمي، والظلم ما بيفرقش بين حد. في لحظة غدر اتعرضوا للحرق وهم عايشين، وساعتها ظهر شيطان وأنقذهم، أو بالأصح حولهم لوحوش. ومن وقتها بقوا دايما مع بعض، بيقتلوا كأنهم جسد واحد بروحين. لكن بعد موتهم جه دور شيطان جديد ياخد مكانهم، كاي جاكو. كاي جاكو ده كان تلميذ حجر التنفس، وكان المفروض يبقى بطل، لكن الحقيقة كان جبان. وقت المعركة خان أصحابه وخاف يموت. وأول ما قابل كوكوشيبو وافق يتحول لأوني بكل برود، بس علشان ينجو بنفسه. وده خلاه القمر السادس الجديد، بس من غير شرف ومن غير قلب. كل واحد فيهم كان بني آدم، كان ليه ماضي، كان ليه أمل، بس الحياة، الظلم والخوف من الضعف كلبوهم لشياطين. أكازا كان بيحارب علشان اللي بيحبهم، وانتهى بيه الحال قاتل بارد. كوكوشيبو كان نفسه يبقى زي أخوه، بس الغيرة كلت قلبه. دوما كان فاقد الإحساس وافتكر إن القتل هو الرحمة. هانتينغو بيهرب طول عمره، وجيوكو بيشوف الرعب فن، وداكي وجيوتارو مجرد أطفال اتكسروا والعالم ما رحمهمش. أما كايجاكو فاختار الخيانة عن الشرف وباع الكل علشان يعيش. القصص دي مش بس مرعبة، دي فيها رسالة إن كل شر بنشوفه وراه حكاية، ووراء كل وحش إنساني كان بيتألم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في الكومنتات أنهي قمر علوي شايف إن قصته كانت الأوجع وليه. ومستنيكوا في الفيديو جاي علشان رحلتنا في عالم ديمون سلاير لسه ما خلصتش. سلام.